انا مش مبسوط بالمنتخب تماما، ولكن يعني انا متفاهم كويس قوي فكره ان احنا ده اول ماتش وعندنا ضغوطات والناس كلها مضغوطه واللعيبه مضغوطه وكابتن حسام حسن مضغوط وكل الكلام ده، ولكن مش لدرجه ان انت الشوط الثاني حرفيا بتلعب ب 17000 مهاجم وما عندكش نص ملعب خالص، ولولا ان انت بتلعب بفرقه ما عندهاش مهاجمين او ما عندهاش خبره كان ممكن بكل سهوله الماتش ده تخسره. الماتش بالنسبه لي ادارته من اوله لحد اخره ما فيهوش اي حاجه اتعملت صح، ولولا ان انت عندك مرموش وصلاح اتنين بكواليتي عالميه ما كنتش طلعت الماتش ده باي نتيجه. بدايه الماتش التشكيله عشوائيه بشكل كبير جدا، مش عارف ليه بدا بحسام عبد المجيد وجنبه ياسر ابراهيم، اتنين اول مره يلعبوا مع بعض جنب بعض، وفي نفس الوقت حمدي فتحي ومروان عطيه. يا جماعه الثنائيه دي مش هيطلع منها كوره بربع جنيه. باين قوي بصراحه بالنسبه لي ان امام عاشور مش جاهز بدنيا، ودي طلع والله اعلم طلع عشان اتصاب ولا عشان انت زعلت منه ان هو ضيع كوره، ولكن ايا كان ايه السبب فانت خسرت تبديله وخسرت لعيب. ده بالنسبه لي كوم، والتغييرات اللي حصلت الشوط الثاني ده كوم تاني خالص. نزل لي يا ابني كل المهاجمين اللي عندي على الدكه عشان بعد الماتش لو حد اتكلم هقول له بص انا لعبت بكل اللعيبه الهجوميه اللي عندي. بصوا يا جماعه انا بحب كابتن حسام حسن على الصعيد الشخصي، ولكن بصراحه اللي مش مطمني خالص ان احنا باين قوي ان كابتن حسام حسن مضغوط بشكل مرعب وعارف ان الغلطه في البطوله دي بمسيرته. فبصراحه على قد ما انا مش مبسوط بالاداء خالص، ولكن الحمد لله ان احنا كسبنا في الماتش زي ده، وبنسبه كبيره قوي ان احنا خلاص ضمننا التاهل عشان الماتشين الجايين نلعب بالراحه ونلعب بهدوء، لان صدقوني احنا منتخب فيه كوره، ولكن محتاجين واحده واحده نهدي نفسنا. ومن هنا لحد اخر البطوله هنفضل ندعمكم وهنفضل نشجعكم، وان شاء الله ان شاء الله انا لسه عند كلامي النجمه الثامنه السنه دي بتاعتنا. بس بصراحه النهارده